الآن هذول اللي اجوا ماذا صنعوا للشيعة؟ وهذا السؤال المهم. هذا السؤال الشيعة الآن. تفضل أنت، هاي مدينة النجف صغيرة وهاي عاصمة الشيعة الأولى والكبرى في العالم. هنا مقر المرجعية الشيعية العليا، هنا مراجع الشيعة، هنا الحوزة العلمية، هنا مقام علي بن أبي طالب عليه السلام. اطلع مولانا هنا بالشارع وشوف الزبالة أجلك الله الموجودة في الشارع. زين هذا صار لهم 13 سنة الحكومة بيتهم والمحافظة بيتهم ومجلس المحافظة بيتهم، ما عندنا واحد من تكريت جاي لهنا. زين اسأل هاي الناس، اطلع لهم بالشارع قول لهم يعجبكم هذا الوضع؟ يقول لك ما عندنا اموال، احنا موازنة ما عندنا اموال، ما عندنا. لو طلبوا تبرع من اهل النجف كان اهل النجف يتبرعوا لهم. تبرع، بس خلي يشعرون اهل النجف ان هذا الذي يستلم تبرعاتهم صادق مو حرامي مو كلاوتشي. شوفوا مش يسوون. فاكو مأساة. دول ناس يشتغلون باسم الشيعة ولم يحصل الشيعة منهم على شيء. هكذا يقول الناس. تسق قانونية. السياسيين وين راحت ميزانيات العراق من 2003 للآن؟ هل انبنى شارع، تبلط شارع، انبنت مستشفى؟ شنو اللي صار؟ ليس في مناطق الشيعة فقط، في كل العراق. يعني الحرامية مو بس ربعنا الشيعة دول، من السنة من الأكراد قليل، أكو نادر يعني جدا سياسي نزيه منذ 2003. بالعكس يعني وزراء صدام ذاك الوقت أنزه بكثير، ماكو واحد يبوك. صدام يعني مات. وزراء صدام أفضل؟ اسأل العراقيين. سووا استطلاع، أنت مو عندكم فضائية؟ سووا استطلاع. زين الآن سقط النظام صار له 13 سنة. زين وثائق النظام البائد موجودة. زين صدام حسين عنده 600 عقار بين قصر وفيلا واستراحة و كلهن مسجلات باسم ديوان رئاسة الجمهورية. ماكو شيء باسم صدام حسين الشخصي. زين هذول لا بنوا لديوان رئاسة الجمهورية، لا بنوا للدولة. وميزانية العراق ما تدري وين راحت. خارج العراق ماكو أموال إلهم. يعني هاي عائلة صدام، عائلة طارق عزيز، شنو الأموال اللي عندهم؟ وكلها واضحة الأمور. زين أخذ صدام قبل السقوط مبلغ هائل من العملة الصعبة سلمها العزة الدوري لمصالح الحزب مو لمصالح شخصية. زين 35 سنة أنت الآن وين ما تمشي الطرق عصر صدام حسين. البنايات الوزارات اللي يداومون بها الوزراء الآن بأيام صدام حسين. طلعت ماكو شيء صار بالجديد يعني هسه انت على حجك. يعني ماكو شيء جديد. يعني أكذب أنا؟ لا حشاك. لا حشاك لا قل لي حشاك. لا حشاك. لا أرجوك. يا أخي اسأل العراقيين. حشاك. اسألهم قل لهم يا عراقيين، يا مستشفى صارت لكم من يوم سقوط صدام إلى الآن وين؟ منو بناها؟ أكو وزير. كيف حالك يا أبا سخرية؟ منيح. واه لا تخرج على النص يا هذا، لا ننفضح. نسيت وداعة أمي. لا تخرج قلت لك. اتركنا من هذا الموضوع. نعم. أبا ثقب، هل لديك تمر ولبن؟ تمر هلا لدي لبن وتمر. إنها جديدة. جديدة أم مجلة؟ إنها تهريب دجاج؟ دجاج أم ديج أم هذا؟ لا تزحف يا أبا سخرية. لا تزحف لا تزحف. أبشرني، ما الذي فعلته يا أبو السراقة؟ لقد سرق المال مني. تتشاقى. وما الذي فعلته؟ سرقت فردته. فردته؟ لا يذهب بالك بعيدا يا أبا ثقب. ماذا؟ سرقت فردة نعالة. يا نعالة. اتركنا من هذا الموضوع الآن. أجل. أنا أجيتك ضايج من شغلة. وما هذه الشغلة الضايج منها يا معود؟ يجب علينا ترك التنظيم. ماذا؟ ويحك من هذا الكلام؟ لأن روحي بزعت. هل بزعت ملابسها؟ لدي خطة جميلة. جميلة أم حيور؟ يجب علينا أن نهرب هذا الأسبوع، وإذا لم يعجبك فألغي الموضوع. إنه موضوع جدا هام، وأصحك بالموعد أن تنام. لقد نفذ مني صبري، وشفت بعيوني قبري. ولا يقل ولا صبري. يا أبا سخرية، يجب عليك توخي الحذر، ولا تقل نفذ مني الصبر. وإذا ما يعجبك
طبك قبر ثم قبر. يجب أن ترجع إلى الشيشان وتترك هذه تسمية الجردان. يعني لم تذهب معي؟ أنا لا أذهب وأترك أبو زراقة لأنه وعدني بالنساء. قلت لك لم أقتل منذ 3 أيام. لا كلا. سياسية. النظام اللي يقود العراق اليوم هو نظام إقطاعي. هناك قسم يتمتع بخيرات وأموال الشعب العراقي ويقوم بنهب هذه الأموال، وشعب آخر يعني تعب من البؤس والفقر والحرمان وعدم التعليم، عدم توفير الأمور الصحية، عدم توفير الأمور الاجتماعية، عدم توفير أي شيء. والدليل كالتالي: قبل قليل تكلم جنابك بهذا الموضوع وقلت السني يقولان اليوم درجة ثانية. اليوم ترى كل المواطنين درجة ثالثة. اليوم الدرجة الأولى هي الطبقة السياسية الفاشلة اللي تقود العراق. ليش الحكم شيعي؟ الطبقة الثانية هي مريدي ومقربي وحواشي السياسيين يتمتعون بنهب خيرات أموال الشعب العراقي. اليوم خلينا نتكلم بصراحة. اليوم تشاهد عضو مجلس بلدي أو عضو مجلس محافظة أو مدير عام راتبه ما يتجاوز 3 ملايين دينار، خلال فترة تلقاه اشترى له بيت ب 600 إلى 800 مليون خلال فترة سنتين، أو خلال دورة برلمانية أو دورة لمجلس محافظة أو خلال ترأسه لمدير عام. ما عندنا مافيات. المافيات المتواجدة بالعراق هي مافيات سياسية. القتل بالعراق هو قتل سياسي، الإرهاب بالعراق إرهاب سياسي، دمار البلد هو دمار العراقيين برتبة السياسيين. جاي احكي انا، جاي اقول لك انا من ذيك الدوره البرلمانيه احكي اقول لهم يا اخوان هذا التفجير تفجير سياسي تتحمله الكتل السياسيه. العمل اللي جاي يصير بالعراق الدمار، انا راح اجمع لك اياها بين قوسين حتى لا اقول لك الفساد. دمار العراق دمار سياسي. لا تفجيرات سياسيه. سياسيه. انت يا داعش براسك سلوعش، انت يا داعش براسك سلوعش، ما يمسك الماي من عيدك يكش، ما يمسك الماي من عيدك يكش. انت يا داعش براسك سلوعش، انت يا داعش براسك سلوعش، ما يمسك الماي من عيدك يكش، ما يمسك الماي من عيدك يكش. ولو مرة بس اسبح ريحة وسخ بس تذبح، ولو مرة بس اسبح ريحة وسخ بس تذبح، بعد قدر تنبح وبالخيسة فارش، وبعد قدر تنبح وبالخيسة فارش. انت داعش براسك سلوعش، انت داعش براسك سلوعش، ما يمسك الماي من عيدك يكش، ما يمسك الماي من عيدك يكش. وصل واصخ واصل 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 واصل. موجودة ليفة تدرج قد مخيفة، موجودة ليفة تدرج قد مخيفة، ريحة تقتل البيك تخنك الهجيفة، ريحة تقتل البيك تخنك الهجيفة. ولو مرة بس اسبح ريحة وسخ بس تذبح، ولو مرة بس اسبح ريحة وسخ بس تذبح، بعد قدر تنبح وبالخيسة فارش، وبعد قدر تنبح وبالخيسة فارش. انت داعش براسك سلوعش، واصخ انت داعش براسك سلوعش، ما يمسك الماي من عيدك يكش، ما يمسك الماي من عيدك يكش. داعش الوصل، داعش الوصل. واصل 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 واصل. وجهك سواده لا دين وعباده،
وجهك سواده وصل يا دين وعباده، عقلك زاحف هواي شكلك جن جراده، عقلك زاحف هواي شكلك جن جراده، ولو مرة بس اسبح ريحة وسخ بس تذبح، ولو مرة بس اسبح ريحة وسخ بس تذبح، بعدك قدر تنبح وبالخيسة فارش، وبعدك قدر تنبح وبالخيسة فارش. انت داعش براسك كيسة نوعش وصل انت داعش براسك كيسة نوعش. واصل 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 واصل. بحنجرة سيد حسام الجابري، الهندسة الصوتية والتوزيع الخادم سيد حسام الجابري. إبليس جانا وحضر، يلا يلا نتلقى القمر، إبليس جانا وحضر، يلا نتلقى القمر، زفة هاية بيها غاية تبين لكم بالنهاية، يا خواتي بالأحزمة والعبوات، بلكي بفقس بيضاتي واحد يدمر البلد. داعش اسم الولد ما اريد اكرر بعد، ادعوا له يلا ادعوا له يذبح بشر قلوله، ادعوا له يلا ادعوا له بالدين يلعب جوله، بكسة البيضة وهم طلع دعوش، شربوه حليب واصل ما مغشوش، بكسة البيضة وهم طلع دعوش، شربوه